واحد اتنين، هو ما بيعومش الجنيه، هو بيغرق الجنيه وبيغرق مع المواطن. لا ده لو ما عومش الجنيه بالطريقه اللي هو قال عليها الحكومه قالت عليها دي، الجنيه بعد شهرين هيغرق. حضرتك الموضوع بسيط، احنا نقول هو مستهدفه من ده ايه؟ كويس كده؟ بالظبط. هو يقول انا مستهدفي 1 2 3 4. هو نتناقش معاه ينفع نوصل. استمرار الحاله بالشكل ده خليك معايا لحظه، مش حل. نتناقش معاه ينفع نوصل للنتائج دي من غير الضريبه الباهظه اللي هيدفعها المواطن اللي مش قادر. لو عندهم نيه صافيه المواطن بيدفع ضريبه اكبر. يا احنا بقى لنا 3 شهور لو في نيه صافيه حد يقول لهم افتحوا التلفزيون دلوقتي ويسمعوا يا اصحاب. بص يا احمد بيه، دلوقتي انا المواطن بقى لي 3 شهور الاسعار بتتضاعف. انا عايز اوقف النزيف ده. بعمل ايه؟ بعمل التعويم ده لفتره معينه. انا بقول انا لما احكم القبضه بتاعتي خلال 3 شهور الدنيا هتتغير خالص، والجنيه هيرتفع قيمته امام الدولار. انت عارف المؤسف يا استاذ عاطف؟ المؤسف ان احنا لو عشنا، وبعدين تجربه احنا عملناها. المؤسف ونفس المدرسه اللي قهرني ان احنا بنحذر من الكلام ده. الناس ما بتسمعش. يا سياده الناس تسمح للحكومه انها تقفز فينا خطوه للامام. التجربه هنتقابل عشان نشتكي شكوى امر. معلش التجربه نفس المدرسه اللي بتعملها. التجربه اللي نجحت مع فاروق العقده بيعملها طارق عامر اللي كان شغال مع قبل ما تسيبنا يا جماعه انخفاض قيمه الجنيه بهذا الشكل. انت عارف لو مرتبك 4000 جنيه، لو قفز ل 20 جنيه يبقى مرتبك 200 دولار. انا اتمنى ان الاستاذ احمد زي ما هو بيهيل التراب على الحكومه في المجلس وهو عضو نشيط، وانا عارف ان هو عضو نشيط، ان هو بيطالب بتحصيل الضرائب المتاخره في الدوله على خيرنا والله ال 100 مليار جنيه. على خيرنا والله. انا بقول لحضرتك اهو الارقام المتداوله انه احنا بنحصل التلت والتلتين تهرب. غلوبنا كلام في الكلام ده كلام غلوبنا كلام قبل ما يفرضوا ضريبه القيمه المضافه. احنا بنحصل 12% يا احمد. بص مش التلت 12%. انا باخد احسن الارقام. لا انا بقول لك الارقام بالظبط. احنا بنحصل غلوبنا ان احنا نقول عايزين تزودوا حصيله الضرايب، قننوا النص الدستوري اللي قال الضريبه التصاعديه. ده دستور محدش بيلتزم بيه. قلنا في قانونين كانوا موجودين فعلا الحكومه عطلتهم، ضريبه الثروه وضريبه الارباح الراسماليه في البورصه. قلنا اصلح نظام الضريبه العقاريه علشان تحصل من اللي عايش في قصر واللي عايش في فيلا واللي ما يفرقش معاه انه يدفع. كل الكلام ده بيتقال ومحدش بيسمع. نعمل ايه بقى؟ شور علينا انت واللي هتقوله انا هعمل بيه. يا استاذ احمد، يا استاذ، طب انت حضرتك طالب او شفت او الاستاذ وائل في برنامج